طيب عايز كل الناس بقى تفتح لي صفحه 154 يا شباب، وتعالى ركز مع بعضينا كده في حل بالنسبه لك البروبلمز دي من الواجب. طيب سؤال نمبر 13 في بيج رقم 154. الراجل بيقول لك هنا two cylinders are made of the same metal. مبدئيا يا جماعه كلمه same metal دي او same substance او بالنسبه لك same matter دي معناها ان نفس الدنستي او نفس الفيسكوستي او نفس الفيزيكال بروبرتي ولا لا. تمام، فانا دلوقتي من غير ما هفكر يبقى دي معناها same density او same الفيسكوستي ولا لا. تاني same density او same الفيسكوستي ولا لا، يعني ده نفس الفيزيكال بروبرتي بتاعتها. طيب هو بيقول لك هنا ذا بوث سلندرز اوف ذا سيم كروس سكشنال اريا، بس واحد فيهم اطول من الثاني which quantity same، يبقى اكيد طبعا الدنستي ولا لا. احنا توقعنا السؤال واحنا بنقراه. طيب سؤال نمبر 14 يا جماعه، الراجل بيقول لك a student want to find the density of the rock that be found. تمام، so he carries out experiment as shown in the diagram. the density of the rocks becomes كام؟ مبدئيا يا جماعه هنا الراجل كان عامل التيوب ديت جادوت سلندر، تمام، وفيها الميه بس وزنها 250. بعد كده حط فيها الروك بقى وزنها 290 ولا لا. يبقى انا ممكن اجيب الماس بتاعت الركايه دي عن طريق ان انا بعمل الكبير ماينس الصغير، او كيس 2 ماينس كيس 1. صح، الكيس اللي فيها الروك ماينس الكيس اللي ما فيهاش الروك. يبقى هتعمل كده 290 ماينس 250 تطلع معاك بكام يا ولد؟ تطلع معايا ب 40 جرامز ولا لا؟ تاني تطلع معايا بكام؟ ب 40 جرامز ولا لا؟ طيب تاني حاجه، كان هنا الميه بتاعتك واقفه عند بالظبط رقم 25 سنتيمتر كيوب. طب هنا بقى بكام؟ لحد ال 30 سنتيمتر كيوب. يبقى الفوليوم بتاعنا هنا اهوت يا واد، الفوليوم بتاعنا هنا اهوت يا صديقي بقى بيساوي عندك كام؟ اللي هي ال 30 ماينس ال 25 تطلع معايا بكام يا جماعه؟ تطلع معايا ب 5 سنتيمتر كيوب ولا؟ طب تعالى بقى معايا، انت عندك هنا الماس وعندك الفوليوم. هل ممكن اجيب يا جماعه الدنسيتي؟ مش ممكن طبعا، ممكن اجيب الدنسيتي. يبقى الدنسيتي عندك على طول هنا هتساوي مين؟ ماس ديفايدد باي فوليوم. طب تعالى بقى بسم الله كده، الماس بتاعنا بكام؟ هتطلع هنا ب 40 جرامز، على الفوليوم بتاعنا بكام؟ ب 5 ولا؟ طيب تطلع كلها ب 8 جرام بير سنتيمتر كيوب ولا؟ طبعا يا جماعه الاجابه عندك المفروض ب 8 جرام بير سنتيمتر كيوب. طب هنا الاجابات لقيتها بالكيلو جرام بير متر كيوب، يبقى فيها تحويله صح؟ يبقى من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير متر كيوب، يبقى هنعمل تايمز 10 باور 3، فتطلع معايا 8000 كيلو جرام بير متر كيوب ولا؟ تاني تطلع معايا 8000 كيلو جرام بير متر كيوب. يبقى الانسر بتاعتي دي هي ولا؟ تمام تمام يا مستر، يبقى الاجابه بتاعت 14 دي. طيب سؤال نمبر 15، الراجل بيقول لك هنا ذا diagram showing two cubes، تمام، made from the same material. بيتصنعوا من نفس الماتيريال. طب طالما كلمه the same material دي يعني لازم تقول same density ولا لا؟ تاني طالما كلمه same material يبقى هم same density. وان من الكيوب ديت عندهم سايد بالنسبه لك توايس السايد التاني. يعني مثلا انت هتقول دلوقتي ان في سايد 1 كان بيساوي اكسايه يا واد، طيب سايد 2 بيساوي كام؟ 2 اكسايه ولا لا؟ طب جميل جدا. طب انا دلوقتي حاجه شبه دي يا جماعه لو انت جيت فكرت فيها، انت عندك الفوليوم بتاع الكيوبايه، الفوليوم بتاع الكيوبايه تمام بيساوي معايا كام يا جماعه؟ سايد تايمز سايد تايمز سايد، اللي هي سايد باور كام؟ سايد باور 3 ولا لا؟ تاني يا جماعه يبقى انت الفوليوم بتاع الكيوب بيبقى السايد ملتبلاي السايد ملتبلاي السايد، تمام، يبقى ده كلها سايد تو ذا باور 3. طب حلو جدا، انت عندك دلوقتي هنا المفروض واحده من الجيفن داتا جوه الفيزيكس المهمه انه يديك هنا مين يا جماعه؟ ليترز. هل باخد الليترز ولا الارقام اللي جنب الليترز؟ الارقام اللي جنب الليترز يا مستر. طب حلو، الراجل بيقول لك هنا اهوت بقى المفروض ان الويت بتاع السمول كيوب او الويت بتاع 1 كان بيساوي دبليو، يبقى الويت بتاع الكيوب الثاني بيساوي هاو ماتش من الدبليو دي. ماشي، طب الراجل هنا بيتكلم عن الويت يا جماعه. طب الويت دي حد فيكم فاكرها؟ يا جماعه الويت دي هي الفورس اوف جرافيتي ذات اتراكت البادي توورز الجراوند سيرفيس ولا لا؟ طيب نركز مع بعض نركز مع بعض. الويت يا جماعه هي بالنسبه لك المفروض الفورس هي بتساوي الام تايمز الجي. تاني الويت هي الفورس بتساوي الام تايمز الجي. طب حلو جدا، يبقى دلوقتي الوتايه دي تمام مع الامايه دي ريليشن دايركت ولا لا؟ يبقى الويت مع الماس وصلنا مع بعض ان هي ريليشن ايه؟ دايركتلي بروبورشن. تاني الويت مع الماس بقت ريليشن دايركتلي بروبورشن. طيب الماس دي ممكن اجيبها ازاي بقى؟ في قانون عندك بيقول ان الماس بيساوي دينستي مالتبلاي الفوليوم. جبته منين يا مستر ماضي؟ جبته من قانون الدينستي. قانون الدينستي كان بيساوي ماس فوق على الفوليوم تحت. فانا دلوقتي لو حبيت اجيب مثلا الماس بتاعتي يبقى دينستي مالتبلاي الفوليوم ولا لا؟ صح، يبقى الماس بتاعتك دينستي مالتبلاي الفوليوم. طب في الحالات اللي شبه دي يا جماعه الماس هنا اهو مع الفوليوم هنا هو برده ريليشن دايركت ولا لا؟ فممكن تقول كده معايا ان الويت ريليشن دايركت مع الماس، بس الماس في نفس الوقت ريليشن دايركت مع الفوليوم. يبقى دلوقتي ممكن اقول ان الويت مع الفوليوم هيبقى على طول ريليشن ايه يا جماعه؟ دايركت ولا لا؟
صح؟ فهمت قصدي؟ لا لا تاني انت عندك الويت مع الماس هنا ريليشن دايركت. طيب وهنا عندك الماس مع الفوليوم ريليشن دايركت. انا ممكن اربطهم مع بعض واقول كده ان الويت مع الفوليوم على طول هيبقى ريليشن دايركت ولا لا؟ فلما اجي اعملها كده يبقى ديت هنا ويت 1 على ويت 2 هتساوي ماس 1 على ماس 2، او هتساوي فوليوم 1 على فوليوم 2 على. طيب كل فوليوم من دول يا جماعه هيساوي اصلا سايد باور كام؟ سايد باور 3. يعني دي هتساوي هنا اهوت بالنسبه لي سايد 1 باور 3 على تحت هنا سايد 2 باور 3. طيب تعالى بقى هنشيل هنا مكان ويت 1 ونحط الدبليو. ويت 2 دي اللي انا عايز اجيبها ولا لا؟ طيب مكان بقى سايد 1 دي هشيلها واحط مكانها 1 باور 3 ولا لا؟ وهنشيل مكان سايد 2 دي نحط مكانها 2 باور 3 ولا لا؟ طب حضرتك عايز تجيب الدبليو دي من هنا، يبقى هنعمل سيزر واي. هنعمل سيزر واي، يبقى اصبح هنا بالنسبه لك الويت 2 بيساوي كام يا مستر؟ 2 باور 3 تايمز الويت على مين يا جماعه؟ 1 باور 3 ولا لا؟ طبعا يا جماعه 2 باور 3 اللي هي بكام بقى؟ 2 تايمز 2 تايمز 2. تمام، هتطلع معاك بكام؟ ب 8 ويت. يبقى تطلع ب 8 ويت على بالنسبه لك 1 باور 3 اللي هي ب 1، تبقى 8 ويت ولا؟ يبقى الاجابه سي هي. قشطه يا شباب. يبقى انت دلوقتي هنا بالنسبه لك هي القصه كلها تجيب الريليشنز دي. تمام، ان الويت دي تعتبر بالنسبه لك الفورس اوف جرافيتي اتاتشد بادي توردز الجراوند سيرفيس ولا؟ حلو جدا يا مستر مودي. طبعا عندك بعد كده بالنسبه لك قلت معايا ان الماس مع الفوليوم ريليشن دايركتلي. تمام، يبقى انت هتعوض بقى بالنسبه لك يبقى ويت 1 على ويت 2 بتساوي سايد 1 باور 3 على سايد 2 باور 3 وتعمل سيزر ويت تجيب الويت 2 ولا؟ طب جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 16. قال لك two poles are made of metals. ماشي. The first has a radius r and density rho. جميل. Second has a radius 2r and density 2 rho. حلو. طب انا دلوقتي عايز الماسس بتاعتك بكام؟ طب بص يا جماعه، طالما قال لك بالنسبه لك بولز، يبقى انت دلوقتي بتتكلم على السفيرز ولا لا؟ طب الفوليوم بتاعهم بيساوي كام يا جماعه؟ الفوليوم بتاع السفيرز لو انت فاكر، لو سعادتك فاكره، كان بيساوي كام يا جماعه؟ بالظبط بيساوي 4 اوفر 3 باي ار باور 3. كده كده يا جماعه انت عندك بالنسبه لك 4 اوفر 3 والباي دي ارقام كونستنت مش كونستنت صح؟ يبقى في الحاله ديت الفوليوم ده كله مع الار باور 3 دي كلها ريليشن ايه يا رجاله؟ ريليشن دايركتلي. تاني يبقى انت عندك الفوليوم ده كله مع الار باور 3 دي كلها ريليشن ايه؟ دايركتلي ولا؟ طب تمام. ركز بقى معايا في الكلام اللي هقوله. هنا الراجل مديلك بالنسبه لنا راديوس 1 بيساوي قرايه صح؟ ودينستي 1 بيساوي رهايه. طيب راديوس 2 بيساوي 2 قرايه ودينستي 2 بيساوي 2 رهايه ولا؟ طب نعمل ايه يا مستر ماضي؟ هنبتدي دلوقتي نتكلم بالنسبه لك عن الماس. ماشي. القانون بتاع الماس هيساوي دينستي ملتبلاي الفوليوم. ده القانون بتاع الماس اصلا صح؟ فهنشيله ونحط مكانه الدينستي ملتبلاي الفوليوم. حلو جدا. يبقى دلوقتي لما نيجي نقول مع بعض بقى ماس 1 على ماس 2، يبقى هتقول معايا كده يبقى دينستي 1 ماشي مكان بقى الفوليوم دي تبقى 4 اوفر 3 باي ار 1 باور 3 على دينستي 2 4 اوفر 3 باي ار 2 باور 3 ولا؟ طبعا يا جماعه 4 اوفر 3 فوق مع 4 اوفر 3 تحت، عشان كده كنت كنسلها هنا، والباي هنا فوق مع الباي هنا تحت، كده كده هيتكنسلوا مع بعض ولا لا؟ ليه؟ لان دول كده كده شبه بعض اوفر بعض، يشيلوا كنسلوا طيروا بعض. طب حضرتك لو عايز تحلها يلا بينا هنشيل ونعوض مكانها. تمام، يبقى مكان بالنسبه لك الرو 1 هنحط 1 بس. يا جماعه لو عندك لتر بناخد 1، طب لو عندك 2 مثلا من الليترز بناخد 2 وهكذا. يبقى دلوقتي باخد الرقم اللي جنب اللتر، باخد الرقم اللي جنب اللتر. يبقى دي هنا ب 1 صح؟ ملتبلاي راديوس هنا 1 باور 3 اللي هي بكام بقى هنا؟ ب 1 باور 3 ولا لا؟ على دينس 2 هنا اللي هي ب 2 ولا لا؟ تمام. تايمز هنا ار 2 باور 3 اللي هي بكام؟ 2 باور 3 ولا لا؟ ماشي. طيب الكلام ده كله على الكالكليتر هيطلع معانا بكام؟ لو عملت 1 تايمز 1 باور 3 على 2 تايمز 2 باور 3 تطلع معانا بالظبط 1 اوفر 16. 1 اوفر 16 ولا لا؟ يبقى الاجابه بتاعتك دي هي. يبقى الانسر بتاعتنا مين يا جماعه؟ دي هي ولا لا؟ هل دي فيها ازمه وفيها مشكله؟ طب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 17. الراجل بيقول لك هنا ذا اوبزيت فيجر شوينج ا كيوب اند سلندر. حلو قوي الكلام ده. بصوا بقى يا جماعه، من ضمن القوانين بتاعت الكيوب انت تبقى فاكرها الفوليوم صح؟ الكيوب يا جماعه الفوليوم بتاعه بتساوي سايد باور 3 ولا لا؟ تاني الكيوب بتاعنا سايد باور 3. طيب السلندر يا جماعه هو يعتبر سيركل شيب بس عنده هايت صح؟ يبقى دوت هنا ده الكيوب بتاعنا وده السلندر بتاعنا. طيب الفوليوم بقى بتاع السلندر
تمام بيساوي مين؟ قال لك بيساوي هنا بالظبط الفوليوم بتاعه قال لك باي ار سكوير في هايت، باي ار سكوير في مين؟ في هايت ولا. طيب تعالى بقى نقف كده مع بعضينا وقفه ونشوف. الراجل بيقول لك دلوقتي if the both made of the solid iron، يعني انت نفس الايرن، تمام؟ يبقى دولت يا جماعه طالما هم ايرن يبقى الدنسي كونستنت ولا مش كونستنت؟ كونستنت صح؟ يبقى الدنسي سيم ولا مش سيم؟ سيم يا مستر مودي. تاني طالما هم بالنسبه لك ايرن يبقى الدنسي واحده ولا مش واحده؟ واحده صح؟ طيب تعالى نكمل بقى ونشوف. the ratio between the mass of the cube to that the cylinder equal كام؟ عايز ماس الكيوبايه على ماس السلندرايه تطلع بكام؟ تاني عايز ماس الكيوب على ماس السلندر تطلع بكام ولا؟ عندنا قشطه. طيب بص بقى، ماس الكيوب على ماس السلندر هيساوي مين؟ انت عندك دلوقتي كان القانون بتاع الدينستي لو انت فاكر كان بيساوي ماس ديفايد باي فوليوم. حضرتك عايز تجيب الماس بتاعنا من هنا، يبقى الفوليوم دي زياده ومزاولاك، تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير السايد تغير الساين، يبقى اصبح دلوقتي هنا الفوليوم بتاعنا هيتايمز في الدنسي عشان نجيب مين؟ الماس ولا. يبقى الماس بتساوي دنسي ملتبلاي الفوليوم. كده كده دي للاسف بقت كونستنت ثابته فتطلع بره اللعبه مع السما باي باي. بس الماس ده مع الفوليوم ده يبقى ريليشن ايه يا ود؟ يبقى ريليشن دايركت صح؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اعمل كده ماس الكيوب على ماس السلندر يبقى هيساوي فوليوم الكيوب على فوليوم مين يا ود؟ على فوليوم السلندر ولا. طب ما حلو ده، يلا بينا يلا بينا. يبقى انت عندك دلوقتي هنا هتخلي الريليشن دي او الايكويشن دي تمام فوليوم الكيوب اللي هي بالنسبه لك سايد باور 3. طب السايد ده اسمه ايه؟ اسمه اللايه. السايد ده عندك اسمه ايه؟ اسمه اللايه. يبقى دي هنا ال باور 3 ولا. طب حلو قوي. الفوليوم بتاع السلندر بقى اللي هي باي ار سكوير سكوير، باي ار سكوير تايمز هايت. طيب باي الار دي بكام بقى؟ يا جماعه للعلم بالشيء دي هنا تعتبر بالنسبه لك دايمتر اللي هي 2 ار صح؟ طب ال 2 ار هنا بقلايه مش بقلايه؟ طب تعالى ركز معايا، يبقى ال 2 ار بتساوي ال، يبقى لو عايز اجيب الار بتاعتي يبقى ال 2 دي كانت زياده ومزاولاك تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير سايد تغير ساين، يبقى الراديوس ال ديفايد باي كام؟ ال ديفايد باي 2 صح؟ يبقى انت هنا تعمل باي، افتح معايا براكت بقى كده تمام، تبقى ال ديفايد باي 2 اول براكت باور 2 صح؟ تايمز اللينس اللي هو بكام؟ بقلايه اصلا. طيب نركز مع بعض نركز مع بعض. طبعا يا جماعه الباور 2 ده يتوزع ما يتوزعش؟ يتوزع. يبقى الباور 2 ده مره تايمز هنا ومره تايمز هنا صح؟ فهيطلع عامل كده بالظبط. يبقى انت عندك هنا اهو ده ال باور 3 على دي هنا باي ولا مش باي؟ باي. طيب ال باور 2 على بالنسبه لك تحت 2 باور 2 اللي هي بكام؟ ب 4 تايمز بالنسبه لك ال باور 1. طبعا يا جماعه لما انت تيجي تفوق لها كده وتركز معايا هتلاقي ان ال باور 3 دي هتضيع مع ال باور 2 تايمز ال باور 1 دي. ليه؟ لان ال باور 2 تايمز ال باور 1 يعني ال باور 3، فال باور 3 فوق على ال باور 3 تحت يكنسلوا بعض. وطبعا يا جماعه الفور دي داون الداون، فلما تبقى داون الداون تطلع فوق ابورد ولا لا؟ فهتصفي معاك في الاخر ان هي هتساوي 4 فوق على بالنسبه لك الباي هي اللي موجوده تحت ولا لا؟ يبقى الاجابه بتاعتك 4 على باي. الاجابه بتاعتنا مين يا جماعه؟ 4 اوفر الباي. هل فيها ازمه وفيها مشكله؟ سؤال كويس سؤال جميل، يا ريت الناس تحله معايا تاني، حليه معايا تاني هيظبط معاك الدنيا وهيربط معاك الكلام. طيب سؤال نمبر 18. راجل سؤال رقم 18 بيقول لك a metallic alloy of a mass 750 grams is made of 60% of its mass of magnesium and other part is copper. ماشي يا جماعه. يبقى دوت كده يعتبر الماس توتال. تاني يا جماعه يبقى انت كده عندك الماس توتال بيساوي عندك كام؟ 750 جرامز ولا لا؟ طيب انا دلوقتي لما اخد منه 60% من المغنيسيوم يبقى انت عايز ماس المغنيسيوم. المغنيسيوم دوت اللي هو الام جي ها قشطه. فتعمل كده 60% من الماس توتال صح؟ طيب ده بتساوي هنا 60% يعني 60 على 100، 60 على 100 لو انت عايز تقلب اي برسنت دايما بتحط رقم على كام؟ على 100 تايمز 750 تمام؟ تايمز كام؟ 750. طيب تطلع بكام دي بقى كلها؟ تعالى نعملها كده على الكالكوليتر. يبقى اعمل كده اهوت بالظبط، يبقى 60% تايمز 750 تطلع ب 450 جرام ولا. يبقى انت ماسك المغنيسيوم كله ب 450 جرامز. طبعا يا جماعه حاجه شبه الالوي دي تعتبر ميكس ولا مش ميكس؟ ميكس، بس ميكس ما بين الميتالز وبعضيها. تاني اي الوي هتعتبر ميكسد ميتالز توجذر، ميكسد ميتالز توجذر. طيب بعد كده عندك الماس بتاع الكبر. ماس الكبر هيبقى مين يا جماعه؟ هيبقى بالظبط 40% من الماس توتال او الماس بتاع الالوي صح؟ او ممكن نقولها بطريقه ثانيه خالص على فكره، ما انت عندك كل الماس ب 750،
اخدت انت منه مغنيسيوم لوحده صح بيساوي كام يا ولا يا لعيب؟ بيساوي بالنسبه لك عندنا 450. يتفضل له كام؟ 300. يتفضل له كام؟ 300. انت هتجيبها كده اهو. يبقى انت هتقول بالنسبه لك هنا دي يا اما ده ماينس ده ودي صح، يا ممكن تحطها بالطريقه التقليديه اللي هي 40 على 100 تمام تايمز بالنسبه لك 750. شوف اللي يعجبك حل بيه، وده صح وده صح. هتطلع دي بكام؟ ب 300 جرام. تطلع معاك بكام؟ 300 جرام. يبقى انت عندك دلوقتي الوزن بتاع المغنيسيوم لوحده 450، الوزن بتاع الكبر لوحده بكام؟ ب 300 جرامايه ولا لا؟ طب حلو جدا الكلام ده. قال لك الدنسيتي بتاعت المغنيسيوم بتساوي 1.7 جرام بر سنتيمتر كيوب او جرام سنتيمتر بر نيجاتيف 1. دنسيتي الكبر تساوي 9 جرام سنتيمتر بر نيجاتيف 3. سو ذا density اوف ذا ماتيريال اوف alloy becomes كام؟ السؤال ده يا جماعه الراجل مديك هنا ماس ده وماس ده وماس توتال، مديك دنسيتي ده ودنسيتي ده، وعايز الدنسيتي توتال، يعني عايز الدنسيتي بتاعت مين؟ الالوي. طيب احنا اتفقنا يا جماعه في مسائل الميكس انت عندك في ثلاث حاجات، في دنسيتي وفي ماس وفي فوليوم. انا بعوض في اللي ناقص، بعوض في اللي ناقص. يعني هنا عندي دنسيتي وماس، سوري عندي دنسيتي وماس. مين اللي ناقص؟ يبقى الفوليوم صح. يبقى نقعد في قانون الفوليوم ميكس. يبقى الفوليوم ميكس هيساوي عندك هنا فوليوم مثلا مغنيسيوم بلس الفوليوم بتاع الكبر ولا لا؟ طب اوعى تنسى من القانون بتاع الدنسيتي، اوعى تنسي من قانون الدنسيتي ان هو بيساوي ماس ديفايدد باي فوليوم. حضرتك لو عايز تجيب الفوليوم بتاعنا من هنا يبقى الفوليوم سي بتاعته يطلع فوق والدنسيتي فوق تنزل تحت. يبقى اصبح ان الفوليوم بتاعك يا واد بيساوي ماس اوفر الدنسيتي ولا لا؟ طيب هنشيل بالنسبه لك هنا كل فوليوم من دول نحط مكانه ماس على الدنسيتي. يبقى انت هنا هتحط مكانها ماس ميكس او ماس الالوي على الدنسيتي ميكس او دنسيتي الالوي. هنا هنشيل مكانها فوليوم المغنيسيوم يبقى ماس مغنيسيوم على دنسيتي المغنيسيوم بلس هنا ماس الكبر على دنسيتي الكبر وهكذا. حضرتك عايز تجيب الدنسيتي ميكتشر ولا لا؟ طب عايز تجيب الدنسيتي ميكتشر ركز بقى معايا. يبقى ده كله هيسيب تحته يطلع فوق، وده كل اللي فوق هيسيب فوق ينزل لايه؟ لتحت ولا لا؟ يبقى ده اصبح كده بالنسبه لك انت بتجيب الدنسيتي ميكس كلها. كده انت بتجيب الدنسيتي بتاعت الميكتشر كلها. طيب يبقى بصوا بقى يا جماعه الدنسيتي ميكس بقى، دنسيتي ميكس بسم الله توكلنا على الله. هنعمل كل ده مع بعض. يلا اعمل فراكشن كبير. هنحط فوق بس يا جماعه هي الماس ميكس. الماس ميكس اللي هي بكام؟ 750 على، يلا بينا بقى، الماس بتاع المغنيسيوم دي اللي هي 450 ولا لا؟ 450 ديفايدد دنسيتي بالنسبه لك المغنيسيوم اللي هي 1.7 ولا لا؟ بلس هنا بالنسبه لك ماس الكبر اللي هو بكام؟ ب 300 على هنا الدنسيتي بتاعت الكبر اللي هي بكام؟ ب 9 ولا لا؟ يبقى نعمل كده يا جماعه فراكشن. يلا بينا فراكشن 750 فوق على تحت هتعمل 450 ديفايدد 1.7 بلس هنا نظر فراكشن 300 على 9 تك ايكواليتي اس دي تطلع معايا بكام يا جماعه؟ تطلع ب 2.516 تمام. طبعا دي جرام سنتيمتر بر نيجاتيف 3 تمام. يبقى الاجابه 2.5 جرام سنتيمتر بر نيجاتيف 3 ولا؟ يبقى الاجابه ايه هي؟ طبعا السؤال دي كويسه جدا. طب سؤال رقم 19 يا مستر مودي. سؤال رقم 19 سؤال كويس. الراجل بيقول لك ايه هنا؟ 19 قال لك a graduated cylinder contains بالنسبه لك 40 سنتيمتر كيوب اوف جليسرين. حلو. طيب whose density بالنسبه لك بتساوي كام؟ 1.26 جرام بر سنتيمتر كيوب. تمام. then an amount of water density 1 جرام بر سنتيمتر كيوب is added to glycerin then the density of mixture becomes 1.1. طيب هنا عايز بقى بالنسبه لك the volume of the liquid doesn't change، يعني فوليوم ما اتغيرش. تمام. the volume of the water becomes كام؟ السؤال ده حلو جدا جدا جدا. والاسئله شبه دي يا جماعه يا ريت بعد اذنك او بعد اذنك تحلها معايا، هتظبط معاك الدنيا، هتظبط معاك الدنيا جدا. طيب الراجل بيتكلم هنا ان انت عندك السلندر ده الفوليوم بتاعه كله، الفوليوم بتاع الميكس، ممكن نرفع الخط هنا شويه عشان يجيبنا الفوليوم بتاع الميكس كله على بعضه بيساوي 40 سنتيمتر كيوب. لا ده جليسرين بس. تاني يا جماعه ده الفوليوم بتاع الجليسرين. الجليسرين خليها فاليو جي ماشي. طيب بتساوي كام؟ 40 سنتيمتر كيوب. طب حلو قوي. وقال لك الدنسيتي بتاعت الجليسرين، الدنسيتي بتاعت الجليسرين 1.26 جرام بر سنتيمتر كيوب. طيب then amount of water density بتساوي كام بقى؟ الدنسيتي بتاعت الميه 1 جرام بير سنتيمتر كيوب is added to the glycerin. تمام. هو ما عرفش طبعا فوليوم الميه اتحط بكام.
ما اعرفش تاني فوليوم الميه اتحط بكام، فاحنا ممكن نقول فوليوم الميه ده حاجه بالنسبه لي انون، فكاني حطيتها باكس ولا تاني فوليوم الميه كانها حاجه انون، فانت حضرتك حطيتيها بكام؟ باكسايه عندي. طيب الراجل لاحظ بالنسبه لك في الاخر ان الدنسيتي بتاعت الميكتشر بتساوي كام يا واد؟ بتساوي 1.1 جرام بير سنتيمتر كيوب. 1.1 جرام بير سنتيمتر كيوب. تمام. والراجل بيقول لك ان الفوليوم بتاع الميكس ما اتغيرش. طب الفوليوم بتاع الميكس ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ هل ده هيبقى فوليوم جليسرين ولا فوليوم ووتر ولا جليسرين بلس ووتر؟ جليسرين بلس ووتر. يبقى هتعمل هنا اكس بلس بالنسبه لك هنا 40، يبقى دي 40 بلس اكس ولا. طبعا عايزين نجيب الاكسام من هنا. طب بصوا يا جماعه خليك لماح بقى، انت عندك هنا الداتا انفورميشن طلعتها فوليوم ودنسيتي، يبقى نعوض في قانون الحاجه الناقصه اللي هي الماس ميكس. صحيح. يبقى انت عندك الماس ميكتشر هتساوي هنا مثلا ماس الجليسرين بلس ماس الووتر ولا. طيب دي حاجه. طب تعالى بقى ركز مع بعض. الماس يا جماعه القانون بتاعها كان بيساوي دنسيتي ملتبلاي الفوليوم. مش عارف انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اي ماس ممكن تشيل تحط مكانها دنسيتي تايمز الفوليوم، فيبقى مكان الماس ميكس احط مكانها كده دنسيتي ميكس فوليوم ميكس ايكوال مكان بقى بالنسبه لك ماس الجليسرين يبقى الدنسيتي جليسرين فوليوم جليسرين بلس هنا مكان ماس الووتر يبقى دنسيتي الووتر فوليوم الووتر ولا لا. طيب وهنبتدي نعوض بالنسبه لك ونحل عادي ونجيب الاكس في الاخر، مفيش مشكله خالص. تمام. يعني انت دلوقتي هتقول كده ان دنسيتي الميكس بتاعتك اللي هي بكام؟ 1.1 تايمز الفوليوم بتاع الميكس هنا بتاعتي اللي هي 40 بلس اكس. 40 بلس اكس. فانت دلوقتي هتبتدي توزع بقى ال 1.1 دي مره هنا ومره هنا. اشطاط. طب ايكوال بقى ها دنسيتي الجليسرين عندك اللي هي بكام؟ 1.26 تايمز الفوليوم بتاع الجليسرين عندك اللي هو هنا بكام؟ ب 40 ولا بلس. طبعا هنا يا جماعه دنسيتي الووتر اللي هي بتاعتي ب 1 تايمز فوليوم الووتر اللي هي باكس. طبعا 1 تايمز اكس اللي هي بكام؟ باكس على طول. 1 تايمز اكس اللي هي باكس على طول. طيب تعالى بقى نوزع الكلام ده كله. يبقى بص بقى 1.1 تايمز 40 تطلع معايا 44، يبقى دي تطلع معايا بكام؟ ب 44. 44 بلس هنا 1.1 تايمز اكس يبقى ب 1.1 اكس ايكواليتي. هنا 1.26 تايمز 40 تطلع معايا بالظبط ب 50.4 50.4 بلس هنا بالنسبه لك اكس ولا لا. طبعا يا جماعه حاجه شبه كده احنا متعودين دايما نعمل حاجه لطيفه جدا ان احنا نخلي الاكسات في سايد ونخلي الارقام في سايد. طب هنعمل ايه يا مستر ماضي؟ هنعمل حاجه لطيفه قوي. ان انت عندك دلوقتي هنا ال 44 دي الصغننه تروح الناحيه الثانيه هناك تغير سايد تغير ساين، والاكس دي هنا الصغننه تغير سايد تغير ساين. طب تعالى بقى نشوف الكعبله دي. يبقى 1.1 اكس ماينس 1 اكس تبقى ب 0.1 اكس. 0.1 من الاكسايه ايكوال. هنا يا جماعه هتبقى بالظبط كده 50.4 ماينس 44 تطلع معايا بكام؟ 6.4 تطلع 6.4. طب لو عايز اجيب الاكس بتاعتي من هنا يبقى 0.1 دي زياده ومزاولاك تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير السايد تغير الساين، يبقى اصبح الاجابه 6.4 على ال 10 او سوري 0.1 انا اسف، تطلع معايا 64 سنتيمتر كيوب ولا تطلع معانا كام يا جماعه؟ 64 سنتيمتر كيوب. يبقى الاجابه دي هي مش دي هي، دي هي. يا جماعه الاسئله دي يا ريت بعد اذنك تحليها معايا تاني دلوقتي عشان دي تتظبط معاك وتتربط معاكي. اتفقنا؟ طب السؤال اللي بعده قال لك 3 ليكويدز بالنسبه لك اوف density رو 2 رو 3 رو ار ميكسد ان ايكوال ماسز. طيب الاسئله دي اسئله سهله تمام، بس عايز الناس تركز معايا فيها. تاني اسئله الميكس يا جماعه احنا اتفقنا الاسئله كالاتي. انت دلوقتي بتبتدي تحل في الحاجه اللي ناقصاك. يعني عندي دينستي وفوليوم، مين ناقص؟ ماس، يبقى اقعد في قانون ماس ميكس. طب عندي دينستي وماس، مين ناقص؟ فوليوم، اقعد في قانون الفوليوم ميكس. طب انا دلوقتي عندي دينستي 1 برو، دينستي 2 2 رو، دينستي 3 ب 3 رو، يبقى دينستي 1 ب 1، دينستي 2 ب 2، دينستي 3 ب 3. طبعا انا باخد الكوفيشنتس ها، يبقى على طول بقى يبقى دينستي 1 كان برهايه. تاني دينستي 1 كانت برهايه، دينستي 2 كانت ب 2 رهايه، دينستي 3 كانت ب 3 رهايه ولا لا؟ طب حلو قوي. ار ميكسد ان ايكوال ماسز. ايكوال ماسز دي تمام انا هبروزها هقول لك ليه دلوقتي. ايكوال ماسز دي معناها ان ماس 1 ايكوال ماس 2 ايكوال ماس 3، يعني كل الماسز ايكوال تو ايتش اذر. يبقى ده معناه كده ان ماس 1 ايكوال ماس 2 ايكوال ماس 3 ايكوال ممكن اقول ام مثلا يعني بواحد. طب ما انا عايز اجيب الماس ميكس هنا اهوت بقى. الماس ميكس يا جماعه تبقى 1 بلس 1 بلس 1 تبقى كلها بكام يا جماعه؟ 1 بلس 1
بلس 1 تطلع كلها عندك ب 3 ام ولا. طيب بيس قوي. طب انا دلوقتي هنا الراجل عايز يجيب مين؟ عايز يجيب الدنسي ميكتشر طبعا. طب باين قوي ان انت عندك الماسز وعندك الدنسي، يبقى عاوز في قانون مين يا واد؟ الفوليوم ميكس صح؟ الفوليوم ميكس. تمام. طيب تعالى بقى معايا كده وركز. قانون الفوليوم ميكس يا واد يبقى هيساوي هنا بالنسبه لك هل هو فوليوم الماده الاولانيه ولا فوليوم الماده الثانيه ولا فوليوم الماده الثالثه ولا كل دول بلس بعض؟ كل دول بلس بعض. طب انا دلوقتي لو فاكر سعادتك او حضرتك قانون الدنسي كان بيساوي يا جماعه ماس ديفايدد باي فوليوم صح؟ وحضرتك عايز تجيب الفوليوم بتاعنا من هنا، يبقى الفوليوم ده يسيب تحت ويطلع لفوق والدنسي يسيب فوق وتنزل تحت، يبقى اصبح ان الفوليوم بتاعنا بيساوي ماس اوفر الدنسيتي. تاني الفوليوم بتاعنا بيساوي ماس اوفر دنسيتي ولا لا؟ طيب تعالى بقى، يبقى انا دلوقتي مكان الفوليوم ميكس احط مين؟ ماس الميكس على دنسيتي ميكس. هنا مكان فوليوم 1 هنحط ماس 1 على دنسيتي 1 بلس مكان فوليوم 2 ماس 2 على دنسيتي 2 بلس مكان الفوليوم 3 يبقى ماس 3 على دنسيتي 3 ولا لا؟ تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر. حضرتك عايز تجيب مين هنا يا واد؟ انا عايز اجيب الدنسيتي ميكس بتاعتك من هنا. الدنسيتي ميكس هتطلع وكل اللي فوق ده يتجمع توجذر وينزل. يبقى انت بالنسبه لك ده هيطلع وده ايه؟ هينزل. يبقى اصبح دلوقتي ان الدنسيتي ميكس بيساوي عندك مين بقى؟ اهو يلا بينا. الماس بتاع الميكتشر ده اللي هو 1 بلس 1 بلس 1 اللي هي كلها ب 3 صح؟ على هنا بالنسبه لك ماس 1 اللي هي ب 1 على دنسيتي 1 اللي هي ب 1 بلس ماس 2 اللي هي بكام؟ 1 على دنسيتي 2 اللي هي ب 2 تمام بلس هنا ماس 3 اللي هي ب 1 على دنسيتي 3 اللي هي بكام؟ ب 3 صح؟ طيب تك ايكواليتي بقى كده. يبقى هنعمل دلوقتي بالنسبه لك 3 على 1 على 1 بلس 1 على 2 بلس 1 على 3. كل الكلام ده هيطلع بالظبط على الكالكليتر 18 اوفر 11. 18 اوفر 11. طبعا دي رو ولا مش رو؟ تمام. يبقى ديت الاجابه بيها. يبقى تطلع الاجابه يا جماعه طبعا 18 على 11. في مشكله في ازمه في الكلام ده؟ طب زي الفل. اللي بعده قال لك بالنسبه لك two liquids of the same masses. حلوه قوي دي. بص يا جماعه كلمه same masses تاني same masses. كلمه same masses دي يعني معناها ان M1 equal M2 equal إماية مثلا. تاني معناه ان M1 equal M2 equal مين؟ إماية عندنا. طيب قال لك بقى ان انت عندك في دنسيتي 1 وفي عندك دنسيتي 2. يعني في الدنسيتي دي وفي الدنسيتي دي are mixed and the volume of the liquid after mixing them equal summation of their volumes. يعني دوت بالنسبه لك هنا المفروض انت مكستهم مع بعض ماشي وبيساوي بالنسبه لك السمشن بتاع الفوليوم بتاعهم بعد الميكس. طب حلو قوي ده. عايز بقى بالنسبه لك المفروض هنا الدنسيتي بتاعتهم تبقى بتساوي كام؟ يبقى انت الدنسيتي 1 دي موجوده، الدنسيتي 2 موجوده. طب انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ عايز اجيب طبعا يا جماعه الدنسيتي ميكتشر. عايز اجيب الدنسيتي ميكتشر بتاعك كام؟ طبعا ده سؤال يعتبر اخي في الله واختي في الله مساله بالنسبه لك بالليترز. طبعا يا جماعه في ناس كتير ما بتشوف مسائل الليترز بتتوتر مع انها عادي. اتعامل معاها بالنسبه لك كانها كوفيشنز مفيش مشكله خالص. بس هو السؤال ده مبني على فكره تمام لما انت كنت تعمل فراكشن بلس فراكشن او فراكشن ماينس فراكشن واحنا صغيرين. يعني مثلا كان في عندنا حاجه طريقه اسمها اللا سيري اللي هو حرف اللا ده عارفينه. طب يعني مثلا لو عمل كده 1 على 2 بلس 3 على 4 مثلا كانت تطلع بكام يا مستر مودي؟ هقول لك ازاي كنا بنحلها. كان المدرسين مثلا يقول لك اعمل ده تايمز ده واعمل ده تايمز ده صح؟ طيب وبعد كده اللي ما بينهم ينزل بينهم، اللي ما بينهم ينزل بينهم، بعدين اللي تحت دول تايمز بعض عشان يعمل حاجه اسمها كومن دومينيتور. مش عارف فاكر الكلام ده ولا لا؟ يبقى تاني هنعملها كده اهوت. بص يبقى ديت تتحسب ازاي؟ بص بقى يبقى هنا 2 تايمز 3 اللي هي ب 6 1 تايمز 4 اللي هي ب 4 واللي ما بينهم ينزل بينهم اللي هو 4 صح؟ طيب على تحت 2 تايمز 4 اللي هي بكام؟ ب 8 ولا لا؟ تمام. فتطلع كلها بكام دي على بعضيها؟ تطلع كلها لو انت فاكر بالنسبه لك 6 بلس 4 اللي هي ب 10 على 8 ولا لا؟ تمام 10 على 8 ماشي. اللي هي ممكن بقى سمبلستي فورم تبقى 5 على 4 يعني ماشي اللي هي 1.25 في الاخر. تطلع معاك 1.25 في الاخر. تطلع 1.25 في الاخر. طيب حاجه فيكم فاكرينها دي حاجه اسمها لا سيري شبه حرف لا بتاع العربي صح؟ يبقى بنعمل ده تايمز ده وده تايمز ده واللي ما بينهم بوزيتيف او نيجاتيف ينزل بينهم على بالنسبه لك الاثنين دول تايمز بعض ولا لا؟ هو ده طريقه الكومن دومينيتور بتاعتنا. طيب هنا دلوقتي انت المفروض عندك ماسز وعندك دنسيتي. مين الناقص؟ قانون الفوليوم. يبقى هنقعد تاني في قانون الفوليوم ميكس. هنقعد تاني في قانون الفوليوم ميكتشر. يبقى الفوليوم ميكتشر اوقات بيساوي فوليوم الاولاني ولا فوليوم الثاني ولا الاثنين بلس بعض؟ الاثنين بلس بعض. طب اشمعنى ده 3 وده كان 2؟ عشان ده 3 ليكويدز لكن ده 2 ليكويدز بس.
طيب يا جماعه كل فوليوم من دول كان بيتشال وتحط مكانه مين؟ يا ولد يا لعيب، اي فوليوم من دول بيتحط مكانه ماس اوفر الدنسيتي. اي فوليوم من دول بيتحط مكانه ماس اوفر الدنسيتي. طب يلا بينا، مكان الفوليوم ميكس هنحط ماس الميكس على الدنسيتي ميكس. طيب مكان بالنسبه لك فوليوم 1 يبقى ماس 1 على دنسيتي 1 بلس مكان فوليوم 2 يبقى ماس 2 على دنسيتي 2 ولا؟ طب تعالى بقى معايا هنا يا باشا، انت هتشيل بالنسبه لك الماس ميكتشر ده وتحط مكانه بالنسبه لك المفروض القصه بتاعته. ما هي الماس ميكس دي هتعملها ازاي؟ هتبقى ماس 1 بلس ماس 2 صح؟ يعني 1 بلس 1 تطلع بكام يا جماعه؟ ب 2 ولا مش ب 2؟ ب 2 صح؟ طب ديت هنا بالنسبه لك هتشيل تحط مكانها 2. طب دي تشيل تحط مكانها 1. دي تشيل تحط مكانها 1 صح؟ طب حضرتك عايز تعمل ايه بقى؟ هنعمل الاول سيزر واي هنا اهو. هنعمل سيزر واي هنا اهوت اللي هي الكومن دومينيتور عشان نجيبها. طيب يبقى هنا 1 تايمز دنس 1 بدنس 1. ماشي؟ طيب هنا بالنسبه لك اللي بينهم ينزل بينهم بلس 1 تايمز دنس 2 بدنس 2 على الاثنين دول تايمز بعض يبقى دنس 1 ملتبلاي دنس 2 يبقى دنس 1 تايمز دنس 2 ولا؟ كل الكلام ده زي الفل تمام. ايكوال الناحيه الثانيه بقى 2 على دنسي ميكس. 2 على الدنسي ميكس. حضرتك عايز تجيب الدنسي ميكس بتاعتك من هنا يبقى نعمل سيزر واي. عايز تجيب الدنسي ميكس بتاعتك من هنا يبقى اعمل سيزر واي. طب لما نيجي نعمل سيزر واي بالمنظر دوت هتقول كده اهوت ان الدنسي ميكتشر هتساوي يا جماعه 2 رو 1 رو 2 على هنا يا جماعه رو 1 بلس رو 2. يبقى تاني دنسي ميكتشر هنا المفروض هتساوي كده 2 دنسي 1 دنسي 2 على دنسي 1 بلس دنسي 2. يبقى الاجابه بتاعتك هنا A ولا P ولا C ولا D؟ طبعا الاجابه بتاعتك هنا اهوت مين يا جماعه؟ C هي. الاجابه بتاعتنا مين يا شباب؟ C هي ولا لا؟ هل دي فيها ازمه او فيها مشكله؟ طب زي الفل. طيب سؤال نمبر 22. الراجل بيقول لك انت عندك 3 ليكويدز. 3 ليكويدز دول عندهم دنسي رو 2 رو 3 رو ار ميكسد ان ايكوال فوليومز. يبقى تعالى تاني يبقى بص دنسي 1 برو دنس 2 ب 2 رو دنس 3 ب 3 رو ولا؟ خلاص هتلاقي نفسك بقى احنا اتعودنا على مسائل الميكسات دي خلاص تمام. انت عندك دنس وماس يبقى نعوض قانون فوليوم ميكس. عندك دنس وفوليوم نعوض قانون ماس ميكس وهكذا. طيب ار ميكسد ان ايكوال فوليومز يا جماعه. ار ميكسد ان ايكوال فوليومز. ايكوال فوليومز دي هتقول كده معايا ان فوليوم 1 ايكوال فوليوم 2 ايكوال فوليوم 3 تمام. ممكن تقول ايكوال 1 وخلاص او ايكوال فوليوم. طب لو عايز اجيب الفوليوم ميكس بقى في الحاله دي يبقى الفوليوم ميكس هنا هتساوي ده بلس ده بلس ده اللي هي 1 بلس 1 بلس 1 تطلع كلها بكام يا واد؟ ب 3 ولا لا؟ قشطه. طيب ده هنا هتطلع ب 3 فوليوم مثلا. ماشي. طيب هنا بقى لو انت عايز تجيب الدنس ميكس طب ما سهله ان شاء الله. ليه؟ هقول لك بمنتهى البساطه. لو جيت بصيت دلوقتي في السيتويشن اللي قدامك في الحاله اللي قدامك انت عندك ناقصك ماس ميكس صح؟ انت عندك دنسي فوليوم يبقى ناقص الماس. طب الماس ميكتشر يا مستر ماضي بتساوي مين بقى هنا؟ بتساوي بالنسبه لك ماس 1 بلس ماس 2 بلس ماس 3. طيب كل ماس من دول لو انت فاكر كان بيساوي الدنسيتي ملتبلاي مين يا واد؟ الفوليوم. تاني كل ماس من دول بيساوي الدنسيتي ملتبلاي الفوليوم. يبقى هنشيل بالنسبه لك هنا الماس ميكس ونحط مكانها دنسيتي ميكس فوليوم ميكس. هنشيل مكانها هنا ماس 1 دنسيتي 1 فوليوم 1 بلس مكان ماس 2 يبقى دنسيتي 2 فوليوم 2 بلس مكان ماس 3 يبقى دنسيتي 3 فوليوم 3 ولا؟ حضرتك عايز تجيب الدنسيتي ميكس بتاعتك من هنا يبقى الفوليوم ميكس زياده ومزاولاك تعدي الناحيه الثانيه هناك تغير السايد تغير الساين. طبعا يا جماعه حاجه شبه دي انت عايز تجيب الدنسيتي ميكس. يلا بينا اعمل هنا فراكشن كبير. طيب دنسيتي 1 دي اللي هي بكام يا جماعه؟ ب 1 تايمز بالنسبه لك فوليوم 1 اللي هي ب 1 ولا بلس هنا دنسيتي 2 دي اللي هي ب 2 صح؟ تايمز فوليوم 2 اللي هي برده ب 1 ولا؟ بصوا يا جماعه انا اول حاجه باخدها كوفيشنت على الليتر عشان ما ازودش نفسي بلس هنا بالنسبه لك دنسيتي 3 اللي هي بكام بقى؟ ب 3 تايمز بالنسبه لك فوليوم 1 اللي هي بكام؟ ب 1 ولا؟ على الفوليوم ميكس. كام بقى الفوليوم ميكس اللي هي ب 3 ولا مش ب 3؟ ب 3. الكلام ده كله اعمله كده على الكالكليتر هيطلع معاك بالظبط يا جماعه الانسر ب 2 رو او ب 2 يعني تطلع عندك الاجابه ب 2. طب 2 ديت اللي هي مين؟ تبقى 2 رهايه ولا؟ الاجابه دي اللي هي ب 2 اللي هي تبقى مين يا جماعه؟ 2 رهايه يبقى الاجابه ب هي. هل دي فيها ازمه وفيها مشكله؟ طب زي الفل. السؤال اللي بعده نمبر 23 يا جماعه. قال لك the relative density of a material
that can be determined from the relation. طيب لو انت عايز تجيب الريلاتيف دينستي بتاعتك، لو انت فاكر الريلاتيف دينستي يا جماعه كان القانون بتاعها بيساوي مين؟ بيساوي دينستي الماده على دينستي الميه، صح؟ او بيساوي ماس الماده على ماس الميه، صح؟ او بيساوي فوليوم الميه على فوليوم الماده ولا لا؟ فده ينفع وده ينفع وده ينفع. طب احنا دلوقتي الاجابه الموجوده مين؟ ان هي فوليوم بالنسبه لك يونت ماس، يعني الماس بتاعتك 1 جرام بتاعت الووتر على فوليوم بالنسبه لك 1 جرام بتاع اي ماده ولا لا. فالاجابه بي هي. تمام. طيب 24 يا جماعه، انت عندك بالنسبه لك هنا 24 بيقول لك if the relative density of the ice is 0.91. طبعا دي يا جماعه relative density بتاعت مين؟ الايس بتاعتك. طبعا يا جماعه الميه احنا عارفين انها بواحد، الووتر الليكويد ستيت معروف ان هي بكام؟ بواحد. فالايس ب 0.91 هي اقل منها، عشان كده الايس دايما بيعمل فلوت فوق الميه ولا لا؟ تمام. يبقى انت عندك هنا relative density الايس هي بتساوي 0.91. طيب relative density الميه بقى، الميه كده كده مش هيديها لك اللي انت معروفه بواحد. طيب قال لك what will be the decrease. بص يا جماعه كلمه decrease دي يعني عايز الدلتا. كلمه decrease in increase in يعني زياده في حاجه او نقصان في حاجه، يبقى عايز التشينج، عايز التشينج في الفوليوم، يعني عايز الدلتا فوليوم، عايز الدلتا فوليوم اللي هيحصل عندنا وهنا 50 جرام اوف ايس ميلت. طبعا يا جماعه يبقى معنى كده ان الماس بتاع الايس هو الماس بتاع الووتر هو بيساوي كام يا جماعه؟ 50 جرام ولا لا؟ ليه؟ لان انت عندك 50 جرام ايس لما يملتوا هيبقى 50 جرام ميه، مش هتغيره. تمام. تاني يا جماعه ما هي نفس الماده، 50 جرام هنا نفس 50 جرام هنا. طب هو عايز الراجل دلتا فوليوم، الدلتا فوليوم. طب هنجيبها ازاي دي بقى؟ هنعمل بالنسبه لك فوليوم الثاني ماينس فوليوم الاولاني اللي هي فوليوم الايس ماينس فوليوم الووتر ولا لا؟ تاني يبقى دلتا فوليوم او تشينج فوليوم، فوليوم الايس ماينس فوليوم الميه ولا لا؟ طيب خد بالك بقى من حاجه، ان قانون الفوليوم اصلا بيساوي ماس ديفايد باي مين؟ باي دينستي ولا لا؟ تمام. ممكن اخليها تايمز او ديفايد ريليتيف دينستي عادي، مش هتفرق. خد بالكم من حاجه مع ان الريليتيف دينستي اصلا، الريليتيف دينستي عشان دي حاجه برده معلومه مهمه، الريليتيف دينستي في الشرح كنت قايل لكم بتساوي الدينستي بتاعت السبستانس بس بالجرام بير سنتيمتر كيوب. تاني يا جماعه الريليتيف دينستي هي بتساوي الدينستي بتاعت السبستانس تمام بس بالجرام بير سنتيمتر كيوب، فما تزودش نفسك في حته الريليتيف دينستي هنا، لان كده كده هتساوي نفس الرقم بتاعنا بالجرام بير سنتيمتر كيوب. طب تعالى بقى معايا، انت عايز تجيب الدلتا فوليوم صح؟ فهتساوي بالنسبه لك هنا الماس بتاع الايس على الريليتيف دينستي بتاعت الايس ماينس هنا ماس الووتر على الريليتيف دينستي بتاعت الووتر. طيب تعالى بقى نحط ارقام، يبقى هنا دي ب 50 على 0.91 ماينس هنا دي برضو ب 50 على ال1 ولا لا؟ طيب اعملها على الكالكوليتر كده شوف تطلع بكام؟ تطلع الاجابه تقريبا ب 4.9 طبعا دي سنتيمتر كيوب ولا لا؟ تاني 4.9 سنتيمتر كيوب. يبقى الاجابه A ولا B ولا C ولا D؟ طبعا تبقى الانسر بتاعتي B هي. طيب اخر سؤال يا جماعه، اخر سؤال. الراجل دوت هنا بالنسبه لك المفروض قبل ما ابتدي عايز اسالك سؤال. احنا ماثيماتيكال لو عندك انون واحد محتاج ايكويشن واحده للحل صح؟ 2 انون محتاج 2 ايكويشنز للحل، 3 انون محتاج 3 ايكويشنز للحل ولا لا؟ اند سو اون. يبقى انا دلوقتي حسب عدد الانونز انا محتاج عدد من الايكويشنز، عدد من الريليشنز يساعدني في الحل ويساعدك في الحل. اتفقنا؟ تمام. هنا الراجل بيقول لك when equal volumes of two substances are mixed. يعني انت هنا بالنسبه لك كيس نمبر 1 لما تيجي تحلها هيقول لك انت عندك equal volumes، يعني فوليوم 1 equal فوليوم 2 equal فوليوم مثلا، يعني equal 1. طيب ار ميكسد توجذر، يبقى انت عايز تجيب الفوليوم ميكس هنا اهو، يبقى الفوليوم ميكس يا جماعه هتبقى هنا 1 بلس 1 يبقى بتساوي كام؟ 2 ولا لا؟ اللي هي دي بلس دي، تبقى 1 فوليوم بلس 1 فوليوم يبقى becomes 2 فوليوم. طيب هنا بقى بيقول لك المفروض ان الريليتيف دينستي بتاعت الميكشر في الحاله ديت، الريليتيف دينستي بتاعت الميكشر في الحاله ديت هتبقى تساوي كام؟ 4. طب جميل جدا. عندك بعد كده المفروض وين ايكوال ويتس، بص بقى كيس نمبر 2 بص يا جماعه عشان في حاجه برضو لازم تبقوا انتوا فاهمينها، يعني ايكوال ويتس اصلا. الويت في الاصل هو بيساوي الماس تايمز جرافيتيشنال اكسلريشن. تاني الويت هي تعتبر الفورس اوف جرافيتي اتاتشد بودي توردز جراوند، فدي بتساوي الماس تايمز جرافيتيشنال اكسلريشن. كده الرقم ده كونستانت او مش كونستانت فيطلع بره اللعبه مع السما باي باي. فكلمه ويت مقصود بيها ماسز. تمام. فلما يقول لك ايكوال ويت يعني ايكوال ماس.
ديفرنت ويت يعني ديفرنت ماس. تاني يا جماعه، يبقى الويت هنا مقصود بيه الماس، الويت هنا مقصود بيه الماس. فبقول لك ايكوال ويتس، يبقى ده معناه ان ماس 1 ايكوال ماس 2 ايكوال ام ولا لا؟ تمام. يبقى هنا برضو الماس ميكتشر، الماس ميكتشر هيساوي كام يا ولد؟ هيساوي 1 ام بلس 1 ام بيكمز بكام؟ 2 ام. طب هنا الريليتيف دينستي ميكتشر بقى، الريليتيف دينستي ميكتشر اخي في الله واختي في الله هيساوي عندك المره دي 3، هيساوي عندك 3 يعني. طيب قال لك هنا المفروض احنا عايزين الريليتيف دينستي بتاعت كل واحده فيهم ممكن تبقى بكام. طيب بص يا شباب، الكيس الاولانيه دي انت هتطلع منها ايكويشن هنسميها ايكويشن نمبر 1 صح؟ والكيس الثانيه دي هنطلع منها ايكويشن ونسميها ايكويشن نمبر 2، والتو ايكويشن دول هنحلهم مع بعض سمالتينيوس، بحيث ان واحده فيهم تكنسل الثانيه، نعوض نجيب واحده بعدين نحطها في ايكويشن 1 او ايكويشن 2 باي سبستيوشن تجيب بالنسبه لك انذر انون. زي بالظبط مسائل الماس واحنا صغيرين بتاعت الاكس والواي، فاكرينها؟ تجيب ايكويشن في اكس وواي وتجيب هنا في ايكويشن اكس وواي وتحطهم مع بعض، واحده منهم تكنسل الثانيه، يا تجيب الاكس الاول يا تجيب الواي الاول، بعدين تعوض تجيب الحاجه اللي ناقصاك ولا لا الثانيه يعني. طيب هنا ده يتحل ازاي؟ انت عندك دينسي وفوليوم. طب دينسي وفوليوم يتفضل ماس، يبقى ده اتحل بقانون الماس ميكس، ده حل بقانون الماس ميكس، يبقى ماس ميكس بتساوي ماس 1 بلس ماس 2 ولا لا؟ طيب ده هنا بقى هتحل بقانون الفوليوم ميكس. ليه يا مستر مودي؟ عشان واخد ماس واخد دينستي، فاللي فاضل فوليوم، يبقى ده فوليوم ميكس. هتحل هنا فوليوم 1 بلس فوليوم 2 ولا لا؟ قشطه. طيب التو ايكويشنز او التو ريليشنز دول هيتحلوا مع بعض بالنسبه لك سيمالتينيوس، يعني تعالى كده بقى نحطها. يبقى انت عندك هنا دي كيس 1 ودي كيس 2. طيب هنا هنقول مع بعض بقى الماس ميكس، الماس ميكس اللي هو بكام؟ ماس ميكس ايكوال ماس 1 بلس ماس 2 صح؟ طيب كل ماس من دول بيتفك بمين؟ بدينس تايمز فوليوم، دي دينسي ميكس فوليوم ميكس ايكوال هنا بقى دينسي 1 فوليوم 1 بلس دينسي 2 فوليوم 2 ولا لا؟ طيب هنا الدينسي ميكس عندك اللي هي بكام بقى؟ يا ولد اللي هي باربعه، طبعا دي ريليتيف كلها، تايمز الفوليوم ميكس عندك اللي هو بكام؟ ب2 ايكوال ها دينسي 1 دي اللي هي انا ما اعرفهاش هتنزل بالدينسي 1 بلس دينسي 2 انا ما اعرفهاش ده دينسي 2 ولا لا، طبعا كده كده اي حاجه تنظم بنفس الفاليو. يبقى انت وصلت في الاخر ان دينسي 1 بلس دينسي 2 الاثنين دول بلس بعض بيساوي 4 تايمز 8 ب 8، 4 تايمز 2 انا اسف ب 8. تمام. يبقى انت عايز رقمين البلس بتاعهم يديك 8. تاني عايز رقمين البلس بتاعهم يديك 8. يبقى انت الاجابه بتاعتك يا 6 و2 يا اما بالنسبه لك 5 و3، لان 6 بلس 2 ب 8 وعندك 5 تايمز 3 برضه ب 8 ولا لا؟ يبقى انت كده استبعدت اجابتين اصلا. طيب ده كده من الكيس الاولاني. الكيس الثانيه انت تقول عندك الفوليوم ميكس. طيب الفوليوم ميكس بيساوي مين؟ عندك فوليوم 1 بلس فوليوم 2 صح؟ طب كل فوليوم من دول بيتفك بقى ماس على الدنسي، بدات هنا ماس ميكتشر على الدنسي ميكتشر، هنا ايكوال ماس 1 على الدنسي 1 بلس هنا ماس 2 على الدنسي 2. هتقول لي بس انت عندك ريليتيف دنسي، ما احنا اتفقنا ريليتيف دنسي هي نفس دنسي السبستانس بس بالجرام بير سنتيمتر كيوب، فمش فرق. تمام. طيب هنا بقى الماس ميكتشر عندك اللي هي ب2 صح؟ على الدنسي ميكتشر هنا المره دي اللي هي بكام؟ ب3 ولا لا؟ ايكواليتي يلا بينا. يبقى ديت هنا ب1 على الدنسي 1 بلس هنا دي بالنسبه لك 1 على الدنسي 2 ولا لا؟ طبعا دي هنعمل لها لا سيري اللي احنا متفقين عليها. تمام. يبقى دي تايمز دي يبقى دي بدنسي 1، دي تايمز دي يبقى دي دنسي 2 بلس ينزل ما بينهم على دنسي 1 تايمز دنسي 2 ولا لا؟ ايكوال الكلام ده كله كام؟ 2 اوفر 3. تمام يا بيه؟ تمام. طب انا ممكن اشيل الحته دي كلها دنسي 1 دنسي 2 واحط مكانها 8 ولا لا؟ سبستيوشن يعني صح؟ فلو عايز اجيب الحته دي من هنا، عايز اجيب دنسي 1 دنسي 2 من هنا هعمل سيزر واي صح؟ يبقى 8 تايمز 3 ب 24 ديفايد باي 2. يبقى انت وصلت معايا في الاخر ان دنسي 1 تايمز دنسي 2 هيديك كام في الاخر؟ 12. يبقى انت بالبلد يا جماعه عايز رقمين البلس بتاعهم ب 8 تمام والاديشن بتاعهم ب 12. يبقى الاجابه ايهايه 6 وتهايه. يبقى الاجابه ايهايه 6 ومين يا جماعه؟ وتهايه ولا لا؟ هل دي فيها مشكله وفيها ازمه؟ تمام يا شباب. طيب اعتقد كده الحمد لله احنا ظبطنا الدنيا في الدانستي. تمام. طبعا يا جماعه احب بس افكر الناس بالواجب بتاعنا، بالواجب. الواجب بتاعنا هيبقى من بيج رقم 175 لحد 180، يعني بيج 175 لحد 180. نشوفكم على خير يا ابطال الحصه الجايه، بالتوفيق. السلام عليكم.